قصتنا بتبتدي يا صديقي في شتاء 2022. شاب اسمه كريم قرر يهرب من زحمة القاهرة ويروح يصطاد لوحده في جزيرة بعيدة في البحر الأحمر. سمع عنها من صيادون كبار. الجزيرة صغيرة ما فيهاش سكان، بس كانت معروفة بحكايتها القديمة المرعبة عن ناس اختفوا هناك. وصل كريم بالقارب بتاعه ونصب خيمته وبدأ يومه بهدوء. لكن في الليل سمع بنت بتعيط وسط الأشجار. خرج بمصباحه وصوت العياط بيقرب، لحد ما شاف بنت واقفة قدامه لابسة فستان أبيض مبلول، شعرها مغطي وشها وبتبكي بصوت خافت. فكريم سألها: أنت ضايعة؟ محتاجة مساعدة يعني؟ البنت ما ردتش عليه، بس بدأت تمشي بين الشجر وكريم مشي وراها. وكان كل ما يقرب الصوت بيبعد، وكل ما ينادي عليها ما بتردش. وفجأة البنت اختفت، والأشجار حوالينه اتغير شكلها، وبقى شكلها مرعب تماما، وكأن الجزيرة اتبدلت. بدأ يسمع أصوات ناس بتنادى عليه من كل اتجاه بصوت: كريم الحقني. وفجأة ظهر قدامه شيخ عجوز شكله متقطع. قال له بصوت مرعب: لو مشيت وراها يا ابني مش هتعرف ترجع زيي. وفجأة الجزيرة كلها سكتت والضوء اختفى، وكريم حس إنه مش قادر يتنفس. غمض عينه لحظة، ولما فتحهم تاني لقى نفسه راجع في القارب، والجزيرة وراه، لكن رجله اليمين ما كانش حاسس بيها. الدكاترة قالوا له إنها اتكسرت، لكنه ما افتكرش ازاي. بس كل يوم بالليل وهو نايم كان بيسمع صوت بنت بتهمس له من البحر: لسه ما خلصناش يا كريم. وبس كده يا صديقي، قصتنا انتهت. حط لنا لايك واشتراك واكتب لنا كومنت برأيك في القصة دي.